عليكم كي راكم ان شاء الله تكونوا بخير تكونوا غايه انا صافا الحمد لله يا ربي دونك كيما العاده اليوم جيت نشارك معكم وصفه الجزيريات والمشكله يعني هاد الوصفه تجي بزاف بنينه لاباط تاعهم بزاف مقرمشه ولا فاخس طريه يعني تذوب في الفم. نشوفوا مع بعض المقادير. نبدو بسم الله بالجزيريات. الو نحتاجو في العجينه تاعنا 3 كيلات فرينه. اللي تبغي الحبات تاعها يجوها فوق 50 حبة تكبر الكيلة، واللي تبغي يعني 47 50 تصغر الكيلة تاعها. دونك درت 3 كيلات فرينة، ملعقة صغيرة لافاني. الوغ هنايا كيما راكم تشوفوا درت كيلة. النصف تاعها الزبدة عادية يعني زبدة مارغرين ولا صول يعني كيما تبغوا، ذوبتها. والنصف الثاني زبدة التوريق. دونك ذوبتهم خليتهم يبردوا تري بيان، من بعد درتهم في الفرينه تاعي كيما راكم تشوفوا، وقعدت نخلط ونبسس فيها باش هذيك الزبده ما ديرليش الحبيبات في الفرينه تاعي. درت هنايا كيما راكم تشوفوا حبه بيض. الوغ حليتها تري بيان، من بعد بديت نعجن في لاباط تاعي. شادرت كي نبدا نعجن في لاباط تاعي هنايا عجنتها بالماء والماء. الوغ لازم يكون اكيليبر بين الماء والماء. كون نديرو يعني الماء اكثر من الماء ولا الماء اكثر من الماء العجينه تاعي تجيني يابسه. دوكو قعدت درت 3 مغارف كبار ماء والماء حتى يعني تلمت لي كاع العجينه تاعي. جاتني يعني هذيك الغرفيه معمره وشويه تاع الماء والماء. دونك لميتها وخليتها دو كوتي تريح لي. بالنسبه لافرص انا كيما راكم تشوفوا درت 2 كيلات ونص كاوكاو مرحي مع كيلو سكر عادي طحنتهم بالاشواح كيما راكم تشوفوا. من بعد هنايا درت لهم شويه تاع لافاني وشويه قشور الليمون. دونك لميتهم بحبه بيض. كانت خاصتني شويه لافرص يعني كان خاصها شويه تشرب، دونك زدت لها شويه من الحبه الثانيه تاع البيض وخليتها تريح لي. الوغ هنايا لاباط تاعي بعد ما ريحت لي كيما راكم تشوفوا، درت الفرينه في البلان دو طرافاي تاعي وبديت نحل فيها. قطعتها هنا اون 3 بديت نورق فيها الرقم اللي ورقته يعني في العجينه تاعي اللي هو 3 حتى اخر رقم هو 9. هنايا الحجم اللي نحتاجه باش يعني نطبع به اللي هو 80 غرام. الوغ كيما راكم تشوفوا طبعت الحبه تاعي. الوزن تاع لافرخ تاعي هو 40 غرام. هنايا الشكل تاع الحبه تاعي كيما راكم تشوفوا درت شكلين. الشكل الاول هنايا قببتها يعني من الفوق درتها كوم ان شابو، والشكل الثاني درتها يعني عاديه يعني كشغل خبزتها صنعتها كيما النجمه. فوالا الوغ هنايا درت شويه بياض البيض في لي تور كيما راكم تشوفوا، وبديت بالكوردون هكا يعني ندير هكا كيما النجمات. هذا مكان كي نشكلها كاع نكمل التشكيله تاعها. نبدا يعني كيما راكم تشوفوا نقرص فيها، والقرصه تاعي ماذا بكم تخرجوها يعني ما تدخلوهاش الداخل، الوغ كو خرجوها باش تبان كيما النجمه. هذه هي. دونك هذا الشكل الاول اللي راكم تشوفوا فيه. ها هو لا الشكل الثاني اللي انايا نبغيه ودرته يعني الشكل تاع نجمه. هذا مكان. بالنسبه للمشكل هنايا تاعي كيما راكم تشوفوا نفس الطريقه تاع الجزيريات. الوغ درت فرينه حليت لاباط تاعي كيما راكم تشوفوا، وحليت لاباط تاعي في الرقم 3 واخر رقم اللي هو 7. ما درتش 9 درت 7 يعني باش ما تجينيش رقيقه. قسمت هذيك لاباط اون دو كيما راكم تشوفوا، درت شويه فرينه جبت هذيك لاباط اللي ديجا ورقتها في الرقم 7 كيما راكم تشوفوا هنايا. ورقت لافارس تاعي درتها غليظه يعني الكاوكاو درته شويه غليظ كيما راكم تشوفوا. درت شويه بياض البيض وحطيت لافارس تاعي فوق العجينه. عاود زدت البيض. من بعد جبت النصف الثاني تاع لاباط تاعي درتها فوق لافارس. وهذا مكان كيما راكم تشوفوا ورقتها شويه يعني باش تقعد مزيره مع لافارس وطبختها بيان سور. دونك الطابع تاعي 70 سنتيم، تبغوا تزيدوا تصغروا في الطابع تاعكم يعني هذا لو شوا تاعكم. فوالا الوغ بيان سور كانت عندي ديجا لاباط كيما راكم تشوفوا. درت شويه فرينه حليت لاباط تاعي في الرقم 7. فوالا جبت هذا المول تاع الورده كيما راكم تشوفوا طبعت هكا وردات. درتهم يعني فوق المشكله. الوغ جبت الحبه تاع المشكله تاعي درت لها شويه بياض البيض من الفوق، وجبت هذيك الورده حطيتها من فوق المشكله تاعي. فوالا كيما راكم تشوفوا. الوغ بين هذيك الورده يعني بين الورقه والورقه تاع الورده تاعي قرصت هكا بالنقاش. هذا مكان. ودرت حبه تاع اللوز تاعي من الفوق وخليتهم يريحوا. بون درتهم الصباح وطيبتهم في الليل. بالنسبه للطياب تاعهم يطيبوا على نار هادئه. طلعوا لو بلا تاعكم كاع الفوق وهما خليهم يطيبوا من تحت كي يحمر لكم في لي كوتي تري بيان. الوغ حمرهم شويه من الفوق.
طيبوا الحبة تاعكم تاع الكاطو كيما راكم تشوفوا غادي يكونوا شويه مقرمشين، بصح كي تخلوهم في لو سيغو تاعكم يباتوا كاع الليله غادي بيان سور يطروا لي. بالنسبه لو سيغو هنايا نحتاجو كاس كبير ونصف تاع الماء مع كاس كبير تاع السكر على نار متوسطه، نخلوهم يغلو تخي تخي بيان. كي يبدا يغلى لي هذاك الخليط تاعي نحسب 10 دقائق ونطفي، ونضيف هنايا حسل 250 غرام حسل، اي كاس ماشي معمر بزاف تاع العسل. هذا ما كان نضيفه في يعني في هذاك لو سيرو. الحبة تاعي يكونوا شوية حامين ولو سيرو يكون دافي. هذا ما كان خليتهم يعني ليلة كاملة يتعسلوا لي. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة تاع نهار اليوم، ومع السلامة.